السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في قناة كوكي لايف واي. كذا بنت بعتولي في تعليقات ان هما بيخافوا يصحوا يصلوا. بيخافوا يصحوا بالليل يصلوا، بيخافوا يصحوا الفجر يصلوا. اللي عايشة مثلا لوحدها واللي عايشة مع ابنها لوحدها، ابنها صغير وبينام وهي بتخاف تقوم تصلي. طيب بتخافي من ايه بقى؟ لو ابنك صحاكي عايزك تعملي له حاجة هتخافي؟ لو سوري لو بطنك قلبت وحبيتي تدخلي التواليت هتخافي؟ هتقولي لا انا مش قايمة خايفة؟ لو جالك تليفون مهم وطلب منك تصحي وتلبسي فورا وتنزلي تروحي مشوار هتخافي؟ هتقولهم لا انا خايفة اقوم. لو طالعة رحلة، لو طالعة عمرة، لو طالعة حج، هيقولولك هنتجمع مثلا عند الاتوبيس الفجر او الساعة 3 الفجر او 4 او 5 الصبح، هتقولي لهم لا انا هخاف اصحى. لو لا قدر الله تعبتي والدكتور قالك هتاخدي العلاج دوت الفجر، تصحي الساعة 3 الفجر تاخديه او تاخدي الحقنة الفجر، هتقولي له لا هخاف اخد العلاج خلينا العصر لما الشمس تطلع. لو لا قدر الله جالك مغص طاير من عينك النوم وخلاكي سهرانة لحد الصبح، هتخافي تسهري؟ هتنيمي نفسك غصبا عنك؟ فما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش. ده الشيطان بيوهمك وهو عارف على فكرة ما هو مربيكي من صغرك على الخوف، بيخوفك من حاجة معينة وعارف ايه هي الحاجة دي، يبتدي يوسوس في دماغك وتفكيرك علشان تخافي وما تقوميش تصلي. هو ده اللي هو عايزه. تبتدي بقى تجيلك افكار، لا اوعي تصحي ده في بوبع تحت السرير، اوعي تصحي لحسن العفريت معرفش فين، لا بلاش تدخلي الحمام بالليل لحسن هيلبسك معرفش ايه. لا مفيش الكلام ده. انت مجرد ما تقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اي حاجة خلاص كده. وعموما اصحي عادي، شغلي راديو جنبك، شغلي تلفزيون، شغلي اي حاجة تونسك تعمل صوت جنبك عبال ما تتوضي وتصلي. بس لما تيجي تصلي طبعا طفيها. ولو بتخافي مثلا من جان او عفاريت والكلام ده، فما دمتي مؤمنة ان في جان لازم كمان تؤمني ان ربنا عز وجل ارشدنا للطريقة اللي تخلي الجان ده يبعد، الطريقة اللي تصرفه، انك تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم. بس خلاص، اشمعنى صدقتي ان في جان وما صدقتيش انه بيمشي بالاستعاذة؟ امنتي بده يبقى تؤمني كمان بده. لازم تؤمني ان صلاتك والتزامك بتبعدهم عنك وبتحفظك. آية الكرسي، الاذكار تقريها، اذكار الصباح والمساء، الرقية الشرعية تقريها، سورة البقرة تقريها على طول وتشغليها في البيت، وتشغلي اذكار الصباح في البيت والمساء. بعدين ربنا عز وجل اخبرنا ان الشيطان ده ما يقدرش علينا، قال لنا في سورة النساء ان كيد الشيطان كان ضعيفا فتوكلي على الله واصحي صلي. الناس كلها بتصحى عادي للصلاة وبتصحى لمصالحها وبتصحى لمشاغلها وبيصحوا للمذاكرة وبيصحوا للشغل، فاصحي وبلاش دلع، بلاش دلع، ما تخافيش تاني. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.